بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقيت المجلس رقم 21 من مجالس علم الفرائض. نكمل في موضوع الرد. هذا هو الجزء الثاني من موضوع الرد. نفقنا ودايت مثلا باللي الرد هو مقابل العول، وشرحناه بتفاصيل وبأمثلة تطبيقية عديدة. الرد ندمي إلى يقرد الخير إلى قس نعيوذ في الطون أثنفضون الورثة، ولكن ننوي الورثة هم أصحاب الفروض فقط. خاطر الناد درسني عدان ومجلسني عدان شروط الرد من هذه الشروط إلى قديم أصحاب الفروض يون أكثر. كذلك الشرط عدم وجود عاصب. شرط ثلاثة وجود فائض في الميراث. ثلاثة شروط شرحنا كل هذا بالتفصيل في المجلس السابق. طيب، إذن قانون الجزائر قانون 84/11 المعدل والمتمم بالأمر 0502 في المادة 167 نص على موضوع الرد. ثورة نهضر دايث مثلا لنت أربعة يعني أصناف حالات نتاع الرد. لنت 4 أصناف: ألف باء جيم دال. نخدم ألف باء أسا نكمل جيم دال. ألف باء لناد ألف عند وجود جنس واحد من أصحاب الفروض مع عدم وجود أحد الزوجين. شرحناه نشرح أكيد. الحالة الثالثة باء للناد عند تعدد أجناس أصحاب الفروض وعدم وجود واحد من الزوجين أحد الزوجين. ثقي شرحناه. ثورة ساقي نخدم جيم أكو دال. جيم عند وجود جنس واحد من أصحاب الفروض. ذا مثلا أصل المسألة كيف يكون مع وجود أحد الزوجين. أصل المسألة إذا كان هناك رد هو مقام من لا يرد عليه من أحد الزوجين. خاطر رجال مطوث يعني الزوج والزوجة دو كونجوان وتساوينا عن طريق الرد. هذا وين فقط عن طريق الفرض. أما كنغرى فيما سبق مع انتهى الحالة يجي جيم إلى قد يون من أصحاب الفروض يون الجنس. مثلا هذه نتغير الأخوات وحسنت تشقيقين نغثيس مثلا سباباس خوات من جهة الأب، نغ البنات يسيس، نغ يسيس نميس فقط، نغ ثيمات وحدث، وهكذا. ذينا ما هو أصل المسألة؟ هو مقام من لا يرد عليه من أحد الزوجين. ما إلا الزوجة يا إما الثمن 8 نغ ذربعة حالة الربع، ما إلا الزوج يا إما النصف 2 يا إما الربع 4. من بعد من الميد نكس صاحب يعني أمور نصيب للزوج الزوجة أين دي قران يقسم على عدد الرؤوس. رؤوس أصحاب صاحب الفرض، ولو كان مادام من جنس واحد، لو كان مثلا 5 بنات ابن من جنس واحد الباقي يقسم على عدد الرؤوس. مالذ الأخوات الشقيقات لانت مثلا 6 في 8 تشقيقين لانت 6 الباقي يقسم على عدد الرؤوس. ماذا يسيس كيف كما سنبين بالأمثلة. ميل دال عند تعدد أجناس أصحاب الفروض. يعني مثلا أتسيلي الجدة، أتسيلي الأم غادي تحجب، أتسيلي مثلا الجدة، أتسيلي الأخت لأم، أتسيلي مثلا البنت، أتسيلي بنت الابن. يعني تعدد أجناس أصحاب الفروض
مع وجود أحد الزوجين. ذاك ما هو أصل المسألة؟ هو مقام من لا يرد عليه بالمثل في كالحقيس أحد الزوجين. الباقي هنا المسألة المهمة يقسم على من يرد عليه أو من يرد عليهم بحسب أنصباتهم. فمثلا يون أذي يورث الثلث، وإذا يورث مثلا السدس، أي اللي يقولان إلا قد مخلفا، إلا كانت في الاعتبار، إذا كانت في كونسيديراسيون الفرق جلان يجر الثلث أو السدس. ما هو الفرق بينهما؟ بالضعف، خاطر السدس ضعف السدس هو الثلث، ان سيزيام رنويس ان سيزيام هادي في انتيير ثلث. إما إلا يون يسعى النصف سي أصحاب الفروض، وإذا يسعى مثلا السدس. إذا كنزر العلاقة جلان ير النصف ان دومي أكد السدس معناتها مرسن في الميراث. إلا كانت فون كونسيديراسيون طف الاختلاف القائم بين أنصبة أصحاب الفروض. وهذه المسألة تحل إما عن طريق الرياضيات بعلم الرياضي بالماتيماتيك، ممكن بقواعد علم الفرائض كما سنشرح. ثلاث مثل كفير الجانب النظري ثم نروح الجانب التطبيقي العملي. أنفذو جيم الحالة جيم عند وجود جنس واحد من أصحاب الفروض. أصل المسألة كما شرحنا ما هو مقام من لا يرد عليه. ثري يولمك خدم في مسألة طاس يقول في ثنت هذه غير مسألة أكيني اسكو مسألة عادلة نغ مسألة عائلة نغ مسألة قاصرة ردية. وكيما يخدم الحساب الذهني إذا كان واحد يعرف يحسب. سمحتي درك مثلا ان كونتابل اكسبير كونتابل يولف يحسب يسهل. نغيون يخدم ديال المات دائما يخدم ديال الحساب يسهل تيفهم. ما إلا ذوياض خير نروح نستويل فلا ما يغامروش خاطر يغامر يحصل. هذه يروح درجة بدرجة إيتاب بار إيتاب سهلة. ثم مثلا أدن في المثال الحالة نجيب ماتت عن ثموت مطوث عن زوج وثلاث بنات. ثموت مطوث تجد أرجازيس أو ثلاثة يسيس أتنفرو عادي أما كاين نولف مادام نسن ترى الفرائض نسن الأنصبة. الزوج كم يرث؟ أنكار الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارثي اللي هن البنات ذاك أنكار الربع. البنات ثلاث بنات عندهم الثلثان دو تير. علاه؟ لتعددهن وعدم وجود عاصب. يفرى شغل يلا نحلو. أصل المسألة ما هو؟ 4 و3 علاقة تباين. إذن أصل المسألة 12. طيب 12 الربع 12 انكار من 12 شحال؟ 3 دو تير ثلثي 12 8 خاطر 12 فوا 2 24 ديفيزي بار 3 8 يعني 12 مضروبة في 2 24 مقسومة على 3 8. ولكن توير نحسب عدد الأسهم 3 و 8 شحال يساوي؟ 11 صافي يقرد الخير يقرد هيون ودفي غير 12 لو كان دفي 12 لو كان دفي 12 صافي مسألة عادلة. مادام لو كان دفي 13 المسألة عائلة. لو كان دفي 15 يعني أكثر من 12 المسألة عائلة. مادام تفقد أقل من 12 المسألة قاصرة. المسألة ردية. أثني نكتب ميم ردية خاطر كي تقال
11 أكد 12 يبان مسألة ردية. مادام مسألة ردية ثلاق الكلاسمون إلا كنصنف المسألة هل ترى في إطار الحالة الأولى ألف، نغ في إطار الحالة الثانية ب، نغ في إطار الحالة جيم ثالثة، نغ في إطار الحالة الرابعة اللي هي دال. مادام جنس واحد يقلان نصنفها في الحالة الثالثة جيم، والقاعدة نسنيت القاعدة نعرفها. يلا مقام من الآن الزوج ثلاث بنات، مقام من يرد عليه من لا يرد عليه هو 4. نأخذ 4 نرفعها إلى هنا، هذا هو ألف ميم. ذو قذ أصل المسألة أنسير ديك 4 يجي ذا الربع نبيد المقام، مقام من لا يرد عليه اللي هو الكت 4 أرفعناه واعتبرناه هو الأصل المشترك للمسألة. صافي ثريون ونسينا راه قواعد الرد أتخدم كذاك غادي يحصل دا قال يقيم وشي طبيعي مادام موري غرارة ودي بضرر أحكام الرد يتوقف هنا بشكل طبيعي، يعني 12 عادي. ولكن ترى إذا نغدو غفل ذا شو ذا غفل يقول هذا الخير، الخير ندي يقولاني إلا قاس نفضو إلي ورثة إلي زيرتي إلا قاس نفك فرضا وردا باش تريكا وتفغر سي الورثة ما ولاش كل ورثة ياك يا أخي نسفهمي سيد ولاش لا أصحاب الفروض ولا العصبات ولا ذوي الأرحام ذينا أتروح تريزور بيبليك خزينة العمومية بيت المال، بيت المال ذين قالوا ما إلا ولاش ثورة ساكن ساعة مثلا وقاذي يموتن ذي الغرفة مثلا جند الخير ذا مقران أدخدمناك أدخل فلاتنا ذين ما ولاش الورثة ديريكت أتداوي الدولة أتداوي الدولة الخزينة العمومية أكا ثورة ذاكي. إذن مقام أصل المسألة في هذه المسألة الردية هو مقام من لا يرد عليه. أنسيغ ديك 4 يجي ذوا نتفضل المقام بين الزوج اللي هو 4 اعتبرناه أصلا للمسألة. الربع نتاع 4 يساوي 1 اش هادي يقولان 3 تفاهمنا. 3 هذه سهلة مهلة مادام لان 3 بنات الباقي اللي هو 3 يقسم على عدد الرؤوس في قراي لان 3 قشيشين 3 ديفيزي بار 3 3 ديفيزي بار 3 ايكال 1 للبنت لكل بنت يعني فرضا وردا. من ناحية المنهجية لازم تقول فرضا وردا نفكاس لا توتاليتي لا توتاليتي. سمحي ثورة ما كنديول مثلا لا خدام فكانس لا باي اكو رابيل نغ لا باي اكو لا بريم اشيني لا توتاليتي هاتسان لا باي كذا وكذا ارنوياس لا بريم كذا وكذا. مي المبلغ الاجمالي هذا ذو 10 مليون 20 30 غاشو كيف ممكن كذا كذا شو لوبيراسيون نخدم مثل لوبيراسيون راكورسي سامبليفي دير نروح مباشرة نفكايسن تي سيسي البنات فرضا وردا. أعطينا أو ورثنا البنات عن طريق الفرض وعن طريق الرد بالطريقة المبينة. ثورة كلمة فهم ما شاء الله. ثورة نروح إلى دال ركزوا معايا مليح. دال عند تعدد أصحاب الفروض أجناس أصحاب الفروض مع وجود أحد الزوجين يعني من لا يرد عليه. ما هو أصل المسألة كما بيناه؟ أصل المسألة هو مقام أحد الزوجين الذي لا يرد عليه نعطيه حصته والباقي يوزع على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم أخذا في الاعتبار
أخذا في الحسبان اختلاف الأنصبة، وهذا هو الشرع وهذا هو المنطق. ما إلا قد يوي النصف وهذا يوي مثلا الربع إلا قد مخلفان، يولد يوي النصف وهذا يوي السدس إلا قد مخلفان، يولد يوي الثلث وهذا يوي مثلا السدس إلا قد مخلفان. شيء طبيعي، هذا شرعي ومنطقي. ثراد نفك الأمثلة. المثال مزوارو، زوجة يموت ورقاز يجد زوجة أخت لأم يجد ثمطوثيس يماس والتماس سيماس. ثمطوثيس تسعة الربع الانكار أيغر لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. الأم ثبي الثلث الانتير أيغر لسببين: لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا للمورث، ولعدم وجود جمع من الإخوة والأخوات مطلقا، سواء كانوا أشقاء أو من جهة الأب أو من جهة الأم أو مختلطين. أي غرس نفكاري في يمات لوانتير في ثلاثة لان سنة السباث أخاطر ورسالة وين يموت الفرع الوارث ودي جارة الدريا ياكل لا قشيش ولا شيء ذا ولاش ودي جارة أثمثن نصي ثماثين في شقيقين نغي شقيقا نغس فافاس نغس يماس نخلظن أكا. يلا ما إلا ذو الأخت لأم تسعى له ان سيزيام في ستة السدس أيغر لانفرادها زيد وعدم وجود حاجب، خاطر الإخوة لأم لا يرثون إلا كلالة صافي. إذن عدم وجود حاجب وكذلك الانفراد لو ان سيزيام السدس. يلا أصل المسألة شحال؟ 4 3 6. تعرفنا العلاقات، نغرى علاقة التماثل، نغرى علاقة التداخل، نغرى علاقة التوافق، نغرى علاقة التباين. نورمالمون في كذاكي نجونغليو بها يعني نلعبوا بها خاطر خلاص يعني عرفوها. يلا ذاكي ما هو أصل المسألة طبقا لهذه العلاقات. العلاقة المناسبة هي 12 الربع 12 انكار 12 شحال؟ 3 أسهم. ثلث 12 4 ان سيزيام سدس 12 2. يلا نجمعوا 3 كود 4 7 أرنوياس 2 9 ميم مرا يعني مسألة ردية صافي. قراند الله يبارك 3 10 11 12 يعوم الخير يقراد الخير ثوران الخير قاشينيغ 3 ياكي أم شرث تنفضو الأم ماكذ الأخت لأم، ولكن أنا الطف كونسيديراسيون الاعتبار الاختلاف القائم بين النصيبين بين الثلث والسدس. هي المفروض بلغة الحساب سهلة خاطر لو ان سيزيام الى انوي الدوب يعني دوبلينس دو انتيير صافي ان سيزيام تاع ان دومين انتيير صافي 3 ياكي يدي قران سهله. 3 معناه 2 اضروحن اروين رايوين انتيير نغلا ما الا ذيونا ذي روح اروين رايونا سيزيام، ولكن تنخدم ذاكي وقيلا نبحث. يلا هذا ثلا الزوجة أنخدم مسألة جزئية ميم جيم 1. ذيك الزوجة ذيك أم صاحبة الثلث، ذيك أخت لأم صاحبة السدس. ما هو أصل المسألة هنا؟ ناخذ 4 هذه نطلعوها لهنا هي يعني 4 هي أصل المسألة مقام لا يرد عليه. ربع 4 يساوي كم؟ 1. شحال بقى؟ 3. مطلوب منا أن نقسم 3 على الأم وعلى الأخت لأم أخذا في الحسبان الاختلاف القائم بين الثلث والسدس. صح؟ المسألة سهلة. كيفاش نديروها؟ نديروا مسألة جزئية ثانية. كيفاه؟
بهذه الطريقة. هاتسا ذاك صاحبة الثلث، هاتسا الأخت لأم صاحبة السدس. أصل المسألة يرثث ستة، ثلث 6 يساوي كم؟ 2. سدس 6 يساوي كم؟ 1. إذن أنت 3 ياقي، ها سمحتي 3 ياقي أمشي راث نفضت بطريقة منهجية من خلال هذه المسألة الجزئية. إذا غنستفرد لو طواقي نفضت بطريقة فنية منهجية، أمشي نفضها 3 ياقي 2 ياقي دميثنت كان أو ثنت مباشرة إلى الأم، ها ثنتي 2. وحداكي دميث مباشرة أويث الأخت لأم. يغال هاتا المسألة الجامعة ولاش الأمكان باش سيدي كتبها ولاش أمكان، هي هنا كان بعد مسألة، هذا مسألة جامعة. ذا شو قلنا نديس 4 هو أصل المسألة. الزوجة عندها واحد نتاعها فرات، الأم عندها 2 من 4 فرضا وردا. في كاين يسموه ليس كومبلي. واحد الأخت لأم عندها 1 من 4 فرضا وردا. حبيت نعطي ملاحظة. لنت تمثال ما تبغى تفرض في علم الرياضيات، من بعد ان شاء الله نديروا مسائل تطبيقيه وتنوضوا، يعني يتنوضوا للسبوره. بالرياضيات النتيجه سواسو كيف بعلم الفرائض كيف ثورة كل يوم مي طريقه جد خدمه ثورة تسهل، طريقه منهجيه مبسطه تحقق المقصد بيسر بسهولة. اللي بغى يدير بالرياضيات الله يعينه، بعدين نديروا مسائل إن شاء الله تعالى تطبيقية. صحيح بارك الله فيك. ثورة مادام نسعى يضيق الصبورة صغيرة إن شاء الله بعدين نمحيو إن شاء الله بإذن الله. يلا لا نعطيو مسألة ثانية ولكن ركزوا معايا مليح. فيها مات شخص عن زوجتين، يعني 3 تلاوين، وبنت يليس، وبنت ابن يليس نميس، وجدة يعني جداس. هذه مسألة مهمة جدا، ركزوا معايا. أشحال يديو زوجتان؟ أشحال يديو؟ ما شاء الله 8 1/8. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. البنت شحال ترث؟ النصف لانفرادها وعدم وجود عاصب. البنت كم ترث؟ بنت الابن السدس تكملة للثلثين لانفرادها غلا لا لعدم وجود عاصب ولا حاجب، خطر هي تحجب. بنت الابن عندها السدس تكملة للثلثين. وجداس الجدة شحال تورث؟ السدس، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعموا الجدة السدس. هذا السدس. يلا ما هو أصل المسألة؟ ما شاء الله هاي 24. 24 يساوي كم؟ ما شاء الله 3. النصف 24 12. بنت الابن السدس 24 4. الجدة السدس 24 4. يلا نجمعوا 3 زائد 12 يساوي كم؟ 15. زائد 4 يساوي كم؟ 19. زائد 4 يساوي كم؟ 23. هاي 23.
نكتبوها بالأخضر. 23 قدامها ميم را، معناه ما المسألة ردية. قارن بين 23 و 24. صافي يقول هاد يون. الور ذاك نقول لك يون كيفاش نقسموه على البنت. هات البنت ذاكي صاحبة النصف، بنت الابن صاحبة السدس، الجدة صاحبة السدس. أكين يغفضوا يون في كاس انتياك. الآن إلى حد الآن فهمتم المسألة ردية. مادام المسألة ردية إلى قلو كلاسمون، حذاري تغلط في الكلاسمون. ولا قد تغلط ما تغلط يروح كلش. لأن ربعة لي كاتيجوري، ربعة: ألف باء جيم دال. صافي وين نصنفوها؟ في دال، معنى تخضع لقواعد الحالة الرابعة. تفهمنا؟ يلا واش نديرو؟ مباشرة نديرو هذه المسألة الجزئية رقم 1. واش فيها؟ فيها زوجتان، فيها بنت ابن، فيها جدة. نأخذ أصل مقام من لا يرد عليه اللي هو 8. واقي تبع هاو ذنسى إذ ألف ميم هو أصل المسألة. دروك اللي ما عرفش قواعد الرد لن يفهم على وجه الإطلاق. يقول لك منين جات 8؟ منين جات 8؟ سهلة مهلة. هاو جبناها منا مقام من لا يرد عليه اللي هو ثمن، يعني زوجتان عندهم الثمن، هاو 8. وبعدين 8 كام؟ شحال بقى؟ 7. ثورة مطلوب منا مرة أخرى لازم نقسموا 7. تبعني مليحة. هذه 7 نكبروها باش تشفاو عليها مليح مليح، خاطر هذه مهمة. لازم نقسموا 7، نقسموها على البنت وبنت الابن والجدة. مي ناخذ في الحسبان الاختلاف القائم. البنت صاحبة النصف، ما تقدرش تقول لهم خاوة سا ديفيزي بار 3، سي فو، ما يقبلوش. يقول لك نو، البنت تقول لك انا صاحبة النصف انايا. ديجا زوج هذو البنت الابن مع الجدة كي يتلاقاو عندهم انتيير، ان سيزيام زائد ان سيزيام يساوي انتيير. تقول لك انا صاحبة النصف، كي تعطيلي لازم تاخذ اون كونسيديراسيون الاختلاف. الوغ فهمنا الى حد الان؟ صافي 7 لازم تقسم على هؤلاء. ولكن حبس، ما على بالناش الفرق اللي موجود، العلاقه اللي موجوده سهله. دير طريقه ثانيه في علم الفرائض اللي هي مساله جزئيه 2، ثاقي مساله جزئيه 1. ذا شو قلنا نديكس؟ تبعني مليح، ركز مليح. نجيبوا كاع الورثه ما عدا الزوجات، هذو لا ما جبناهمش. درنا طريقه منهجيه ذكيه ودنبوا غير الزوجتين. البنت كم ترث؟ النصف. اماكن مساله مستقله، اماكن ليكزيرسيساكي اوتونوم وحدس كانه وحده. هذه الطريقه منهجيه للتيسير، لو راكورسي، كل شيء افيكاس، تصوض لوبجيكتيف هناك بكل سهوله. بنت الابن شحال؟ السدس. والجده شحال؟ السدس، طبعا لعدم وجود حاجب. لو كانت الام مثلا محجوبه. ما هو اصل المساله؟ 6. عادي، شكرا لكم. النصف نتاع 6 يساوي كم؟ 3. السدس نتاع 6 يساوي كم؟ السدس نتاع 6 يساوي كم؟ صافي. درك يلا نجمعوا 3 زائد 1 يساوي 5. صافي. ثاقي نكتب ثاقي إذا غتنسي مغار حواجيت
ميم نخدم واحد سنوفا خمسة ذا غفل سهلة. المهم نكسا غفلة من القرآن. دا شو ذا غفلة من القرآن؟ العلاقة ير ان دومي ان سيزيام تساكي ثلاثة يون اي غير دني المنطق الرياضي الحوايج الرياضيات من بعد. يلا نكمل. سهلة مهلة. الآن نديروا مسألة جامعة. اسم مسألة جامعة. تبعني مليح. فيها الورثة زوجتين. باش يكون يسهل أنا نخدم هكا 2 زوجة هكا باش أدفان ذاكي ثلا بنت ذاكي بنت ابن. البنت كم ترث؟ طبعا ذاكي الزوجة عندهم الثمن، بنت الابن السدس، الجدة السدس. يلا ثورة ماذا نصنع؟ ننظر إلى العلاقة، علاقة التباين القائمة بين من ومن؟ نعم يعني ننظر إلى العلاقة القائمة بين 7 و5 في المسألة الجزئية الثانية. العلاقة بينهما هي إيه؟ علاقة تباين، عين تباين، وعلاقة التباين تقتضي الضرب. ولكن واش نضربه هنا؟ يعني نضرب 5 في إذن نضرب هذا في 8 في 5 يساوي 40. 8 هذه جبناها منا، تبع ملاعية هاي جبناها، و5 هذه هاي 5 هاو طريق هاي وصلناها لهنا. 8 في 5 يساوي كم؟ 40. إذن هذا هو الأصل المسألة الجامع. شكرا. هذا هو أصل المسألة الجامع اللي هو 40. يلا نبدأ الآن. 2 زوجة عندهم 5 من 40. منين جبنا 5 هذه؟ إما تقول لو ان ويتيام تاع 40، لو ان ويتيام تاع 40 هو 5. 40 ديفيزي بار 8 هذيك هي 5. وكاين أمر آخر، طريقة أخرى، إيه هي؟ هو 5 هذه هو ناتج ضرب 1 في المسألة الجزئية الأولى في مجموع السهام في المسألة الجزئية الثانية. معنى سهم الزوجة في المسألة الجزئية الأولى مضروب في مجموع السهم الذين يرد عليهم في المسألة الجزئية الثانية. يعني 1 في 5 يساوي 5. غادي الثمن 40 يساوي 5. تفهمنا؟ يلا ثورة ثقاذاقي فريناهم نكسغفل. عندنا ان اوبستاكل كبير هو هذا، فريناه. نرفدو 3 هذون. تبعني مليح، تبع يديه. وين ديو 3؟ اديها حطها هنا. هاي 3
3 جبناها. منين جات 3 هذه؟ هاو منا نبوتي السياقي. بنت باش هاي الساعة يون واحد رفدوا جيبوا هاو حطوا هنا. تفهمنا؟ والجدة ساعة نرقلين ساعة روسة ثلاقين ساعة الحل لو ياكي بوثيد اويثيد هاو هنا هاو لو نتاع الجدة فرات مازال هذه مرحلة كاع لي زوبيراسيون دركوهم هنا. مرحلة أخرى نرفدوا 7 هذه شفتوها 7 قيثام قران ولا أمس انشتيلات أدميتيد أويت إلى المسألة الجامعة وضربيت في أسهم كل وارث ممن يرد عليهم إذ نجفذ من المسألة الجزئية الثانية. مع انتهى 6 ارفدها برك هبطها 6 جيبها لهنا زيد 6 هبطها هاي هنا 7 زيد 7 هبطها 3 في 7 يساوي كم؟ 21. 1 في 7 يساوي كم؟ 1 في 7 يساوي كم؟ الحمد لله هات تنفرات الزوجة ما جبنا لهاش 7 في خاطر ممكن. بالمناسبة الموديول هذا كنقراوه في الجامعة الحمد لله كان دي زيتيديون اللي يدي 20 sur 20 عادي وكان اللي يدي 0 sur 20 عادي من 0 حتى ل 20. واش نقول لهم شوف ركز اللي يسوق لافيون مش كيما اللي يسوق تراكتور نثبرويت انسيدون في لافيون راح كلش. سمحوا لي طبعا باش نلفت الانتباه باش نقول لهم ركزوا خاطر ممكن واحد يغلط بسهوله على بالك ذاك شحال لي زوبيراسيون شحال لي دودان شحال ممكن تغلط 20 مره وانت تقول بلي راني الاز. وعندنا طرق نتاع التحقيق كاين سكانير او كاين سكانير بعد يشوفوهم دير تحقيق تفيريفي نغتيستو كيفاش يسميو قالني تفيريفي ظه يعني كل مرحله تفيريفي مي ما نديرهاش درك باش ما نخلطهاش عليكم. الان ممكن واحد يغلط يجيب 7 هذه يضربها كاع بما فيهم 5 تولي 5 في 7 35 طبعا سيفو لأن الزوجتان لا يرد عليهما صافي 7 هذه هبطنا غير لهذوك اللي يردوا الذين يرد عليهم. ثرز المسألة عند ثراز لقيت نجفار هات عند ثرز 5 ديفيزي بار 2 سي 2 فيرغول ما نقبلوش لي فيرغول ما كانش لا فيرغول ما كانش الفاصلة صافي المسألة انكسرت وتحتاج إلى جبر وتصحيح. مشات نجفار نأخذ عدد الرؤوس المنكسر عليهم اللي هو 2 خاطر العلاقة بين 35 هي علاقة تباين نضربه في 40 صافي 40 فوا 2 إيكال 80. اسمحوا لي برك نمحي شويه هنا باش نلقاو وين نحكي لي دودان هذون باش تبان. يلا طيب ذاكي اللي هي 5 40 في 2 يساوي كم؟ يساوي 80. هذا هو ألف ميم جيم. أصل المسألة الجديد الجامع ثلاث نخدم مادام المسألة فيها انكسار نأخذ عدد الرؤوس المنكسر عليهم ونضربه في أسهم جميع الورثة بما فيهم الزوجة باش نخدم 5 فوا 2 هاثن 10 فرضا تغلطش لازم ندير فرضا
أم بعد 21 في 2 يساوي كم؟ 42. دير هنا فرضا وردا. 7 في 2 14 فرضا وردا. 7 في 2 يساوي 14 فرضا وردا. فين نحسبوا؟ 14 28 إي 42 إي 10 صفر 100%. سبحان دي فوا بعض الطلبة يداوي 100%. تعرف واش ينساو كلمة فرضا وردا. جاما ديوي 20 sur 20. الشيخ كبغي كلشي جوست، ماشي جوست. لو كان بالنوتير راك تفكر 20 sur 20. مي مادام اتيديون ما تديش 20 sur 20. لازم تقول فرضا وردا. أنا عاميه. لازم يكون الجواب صحيح 100% باش تدي 20 sur 20. خاطر شو مسألة بسيطة، لو كان تخدم ضارة فرضا وردا راك غلطان، ماشي راك ناقص. الجواب ناقص. هذا نتفرى ياكل مشاكل. ثورة أديس دور الخبير العقارين المالين.